كانت هناك سيدة تعيش في إحدى القرى، لم ترزق إلا بابن واحد، وكانا يعيشان سعيدين في بيتهما، وكانت أحوالهما المادية ميسورة. لكن في أحد الأيام أصيب الفتى بمرض شديد، ثم ما لبث أن توفي، وقد ألم بالسيدة حزن شديد على فقدان وحيدها الذي كان يؤنسها ويملأ عليها الدار بالفرح والسعادة. أصبحت بعد موته وحيدة لا أنيس لها، لكنها لم تستسلم لهذه الوحدة. في أحد الأيام خرجت السيدة بعد وفاة ابنها، وقد قررت أن تبحث عن طريقة تعيد بها السعادة التي فقدتها بموته. فذهبت إلى حكيم القرية وطلبت منه أن يدلها على طريقة أو وصفة تعيد بها ابنها من الموت إلى الحياة. ولكن هيهات أن يعود الموتى، فلا يملك القدرة على إعادة الموتى إلى الحياة إلا الله الخالق المصور، وليس بقدرة بشر أن يفعل ذلك. استمع إليها الحكيم وفكر في طلبها مليا، ثم خطرت له فكرة ذكية، فقال لها: طلبك هو أن يعود ابنك للحياة، أليس كذلك؟ فقالت: نعم. فقال لها: أريد منك شيئا بسيطا، ابحثي لي عن حبة خردل بشرط واحد، أن تأتي بها من بيت لم يذق الحزن أبدا. استمعت السيدة إلى ما طلبه الحكيم، وخرجت من عنده وقد امتلأ قلبها بالأمل، وبدأت في البحث عن هذا المنزل الذي لم يعرف الحزن لتحضر منه حبة الخردل. صادفت منزلا فطرقت بابه، وعندما خرجت لها سيدة الدار سألتها: هل زاركم الحزن يوما؟ فلمعت الحزن في عيني المرأة، وظهر الألم على وجهها، وقالت: هذا المنزل لا يعرف إلا الحزن. فسألتها: ولماذا؟ فقالت: لدي 4 من الأبناء، وقد توفي زوجي وتركهم لي، ولا أعمل ولا أستطيع الإنفاق عليهم، فبعت أثاث البيت ولم يتبق منه شيء. رقت السيدة لحال الأرملة وواستها، وحدثت بينهما صداقة، وهمت بالمغادرة، إلا أن الأرملة ألحت عليها أن تبقى، فوعدتها أن تكرر زيارتها. توجهت السيدة إلى دار أخرى وطرحت السؤال ذاته، إلا أن حال أهل هذا المنزل لم يكن أفضل، فالزوج مريض ولا يوجد من يعيل الأطفال، وكانوا جياعا لا يجدون ما يأكلونه. رق قلب السيدة للأطفال الجياع، فذهبت وتسوقت، ثم أعدت لهم الطعام وأطعمتهم، وصارت صداقة بينها وبين أهل الدار. كررت السيدة محاولتها في اليوم التالي، لكنها لم تجد بيتا لم يعرف الحزن. وفي خضم هذا البحث اختلطت السيدة بأهل القرية، وشاركتهم أحزانهم، وصارت صديقة للجميع، حتى نسيت ما كانت تبحث عنه أصلا. كم كان حكيم القرية ذكيا، إذ جعلها تذوب في مشكلات الناس وتختلط بهم، فخرجت من حزنها ونسيت مطلبها، واستعادت حالة الرضا بقضاء الله وقدره.